اللي خاضع للمواصفات بحكم فيه على الأقل 10 ساعة جوالة و10 متاع دليلات. هذوما على الأقل. وارتأينا لتنشيط الحياة الجامعية في المركب الجامعي هذا أنه مش نعمل لهم دراسة تكوينية، دراسة ابتدائية أخرى اللي باش تنطلق اليوم وغدوة وباش تتواصل نهار الأحد. فهمتني؟ والدراسة هذه في الأصل هي خاصة كان بالفوجة هذاك بحكم انه المدير نتاع مدينة الجامعة هو تكفل بجميع المصاريف. حتى المصاريف نتاع المغامرة نتاع نهار الأحد هو متكفل به. سي فتحي الفارسي. لكن بالرغم من ذلك احنا زدنا تدللنا عليه باش نهزوا مجموعة من القادة من مدينة القيروان باش يواكبوا الدراسة التكوينية هذه. العدد نتاعهم ان شاء الله باش يكون 7 على حسب ما علمت، 5 باش يجيبهم قائد شادلي وزوز باش يجيبهم قائد حمد المكني من التشغيل من السنتر نتاع التشغيل. باش يكون باش تكون دورة تدريبية معناها مكثفة باش تركز الأكثرية على المعارف والمهارات، وباش يكون تتويج منه مواصلة للي شافوه تطبيق، وكذلك تتويج لهم في تشريكهم في مغامرات العالم المفقود، المغامرة الثانية. فهمني؟ اللي هي ديما نحب نقول للأخيان اللي مغامرات العالم المفقود ماهيش الوحيدة في تونس في العالم. فما في تونس وكانت فما قبلها في مصر. في مصر بداوا قبلنا وبعد كون الفرع نتاع تونس. باهي قائد رضا قال لي منين انطلقت الفكرة كيفاش؟ الفكرة كيفاش كانت؟ تأسسنا في السنة الكشفية الفارطة فريق داخل في الاستراتيجية نتاع مفوضية التدريب، أنشطة جديدة مبتكرة نتاع استقطاب قادة جدد. وكان الفريق هذا اسمه فريق الكشاف المتحدي. والرؤية نتاع المجموعة نتاعو هي رؤية انه يعرف بالمناطق البيئية في البلاد التونسية، وكذلك يحسس الكشافين في الجمهورية التونسية على المخاطر نتاع التغيرات المناخية. وفي حديث مع قائد أحمد موسى قائد المجموعة في مصر بدلنا أطراف الحديث، خرجنا أن نردوها عربية يعني تتولي في تونس وفي مصر، وبعد نحاولوا ننشروها في جميع الدول العربية باش نهار آخر تولي نجم حتى تتبنى لنا الأمانة العامة العربية بتاع الكشاف.